السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم زي ما عودتكم دايما رشا الغفير من قناتي وصفحتي جربوها مع بنت الغفير. قبل ما ابتدي الفيديو عايزة بس انوه الناس اللي هتتريق على الفيديو وتقول لي احنا مش لاقيين ناكل واحنا انتي رايحة تشتري عطور ومش عطور والكلام ده كله. انا بعفيكي من الفرجة ولا حرقة الدم، لان انا هتكلم على عطور وعطور اوريجينال وغالية وبفلوس. فقبل ما ابتدي الفيديو لو سمحتي لو الفيديو هيستفزك او هتقولي كلمه خارجه او جارحه فانا بعفيكي من المسؤوليه وبقول لك اتفضلي حضرتك الفيديو ده مش ليكي، تمام؟ علشان بس بالله عليكم والله الكلام بيوجع، واللي شفته الفتره اللي فاتت يعني خليني بعد كده احرم اعمل اي فيديوهات، مش فيديوهات عن عطور كمان، لا عن الطبخ كمان، تمام؟ نبتدي بقى في الفيديو ده جديد من نوعه على نوعيه الفيديوهات اللي انا بعملها وبقدمها في القناه، فحبيت ان انا اجيب لكم من خلاله تجربتي في مجال العطور، او ازاي تنقي العطور وايه احسن عطر في العالم والكلام ده كله، وازاي كمان تشتروا عطور باوريجينال باسعار معقوله وفي متناول ايد اي حد، تمام؟ اول حاجه موضوع احسن عطر في العالم ده كدبه، مفيش حاجه اسمها احسن عطر في العالم يا جماعه. بالمناسبه احسن عطر في العالم من وجهة نظر اي حد هو اللي بيعجب الشخص نفسه. يعني انا مثلا من وجهة نظري ده احسن عطر في العالم، من وجهة نظري اللي هو كلوي دو روزوس ده احسن عطر في العالم من وجهة نظري، تمام؟ هو وواحد تاني من جيرلان اسمه انسولانس، ماي انسولانس، لا انسولانس الموف ده مش عندي للاسف. ده برضو من وجهة نظري احسن عطر في العالم، في حين ان هو من وجهة نظر ناس تانية مقرف، تمام؟ فقاعدة كده خدوها، مفيش حاجة اسمها احسن عطر في العالم. احسن عطر في العالم حتى لو اخد جوائز من وجهة نظر شركات العطور او المؤسسات المسؤولة عن تنظيم مسابقات العطور، لو قالت ان ده احسن عطر في العالم وما عجبنيش فهو مش هيبقى من وجهة نظري احسن عطر في العالم ولا حاجة. ابتدي بقى الفيديو بتاعي. عايزه اقول لكم يا جماعه وانتوا بتشتروا العطر خدوا بالكم من حاجه مهمه جدا، لازم تعرفوا العطر بيتكون من ايه علشان تقدروا تحكموا على العطر. الناس خبراء العطور عارفين ان العطر بيتكون من 3 مراحل او 3 نوتات اساسيين، اللي هي التوب نوت اللي بنشمها اول ما العطر بيترش، والميدل نوت اللي هي بتبقى بعد ما بنشم العطر بحوالي 10 دقايق كده او تلت ساعه، والبيز نوت اللي هي بتبقى الريحه اللي بتدوم معانا بقى، اللي هي بتفضل بقى مكمله معانا، اللي هي بيتقال عليها ثبات 3 ايام او ثبات مش عارفه اسبوع والكلام ده كله. الريحه اللي بتثبت معانا هي دي البيز نوت اللي بتفضل بقى يا اما تقبلي العطر بسببها يا اما تقفلي من العطر تماما، تمام؟ نقدر بقى ازاي نعرف النوتات ديت او نحكم عليها؟ الناس اللي عندها خبره في مجال العطور وما شاء الله بقت كده متمكنه ومتبحره في الموضوع ده، في مواقع خاصه بتفصص العطر وبتشرح لنا النوتات بتاعته وتركيباتها. في ناس بتحب مثلا نوتات معينه زي العنبر، زي الباتشولي، زي الياسمين، الحاجات دي كلها، فبيقدروا يقول لك دي عشان فيها باتشولي فانا هاخدها، دي عشان فيها زنبق فانا هاخدها. لكن في الناس اللي زي حالاتي كده اللي ما بتعرفش تفرق، الناس اللي ما بتحبش، اللي عارفه اللي ما بتعرفش تفرق البيز نوت ولا الميد نوت ولا الميدل نوت ولا التوب نوت ولا الحاجات دي كلها، يعملوا ايه او يختاروا العطر ازاي علشان ما يرجعوش يندموا بعد كده؟ لان ندم في العطور يا جماعه ندم مكلف شويه، لان العطور غاليه. اول حاجه لما تيجي تختاري العطر اللي سمعتي عنه، تروحي مثلا الجزء بتاع العطور في اي محل عطور، مثلا زي مزايا، زي فيسز او وجوه في الخليج، او ابو شقرة في الاردن. تعملوا ايه؟ هتروحوا تجربوا العطر يا جماعه اللي انتوا سمعتوا عنه، اللي شفتوا اعلانه في التلفزيون، اللي شفتوا دعايه ليه على النت، ايا كان الطريقه اللي قدرتوا توصلوا بيها لاسم العطر اللي عايزين تشتروه، تروحوا تجربوه، ترشوه على ايديكم وتمشوا، ما تعملوش اي حاجه تانية، ما تعملوش اي حاجة تانية والله يا جماعة، نصيحة ولازم تاخدوا بيها، وتروحوا وتتعاملوا عادي بقى، تروحوا تشتروا بقى اللي تشتروه، تخرجوا تيجوا تتفسحوا تقعدوا تقوموا تناموا تصحوا وتشوفوا العطر اللي هيثبت معاكوا ده اخباره ايه. لان عايزه اقول لكم كمان قاعدة، مفيش حاجة اسمها العطر اشمه واشتريه، مفيش الكلام ده. قاعدة في العطر انا يعني اللي اكتشفته ان دايما الانطباعات الاولى في العطور ما بتدومش، دايما اول انطباع كده ما بيدومش، بتلاقوا العطر قلب كده بريحه تانية خالص. فانتوا كده رشيتوا العطر، روحتوا، خلاص مرحله التوب نوت تبخرت في الهواء وراحت، الميدل نوت نفس الحكايه اتكلت على الله وراحت لحال سبيلها. هيتبقى معاكم بقى اللي هي الايه بعد ما العطر يبرد كده ويهدى، اللي هي البيز نوت، اللي هي بقى اللي هتتعاملوا معاها بقيه اليوم وتشوفوا رد فعلكم تجاهها ايه.
خلاص كده العطر شميتوه وتعاملتوا معاه، هتروحوا بعدها بيومين 3 تروحوا لنفس العطر ده وتشموا الريحه دي وتشوفوا رد فعلكم ايه. لو قفلتوا من العطر ولقيتوا لا مش هو، لا مش عاجبني، تمام ما تشتريهوش. ما تقوحيش بقى وتقولي لا ده انا لما اجيبه هيعجبني، لا ما تشتريهوش. لو لقيتي نفسك بتشميه وانتي بصوا كده كده الاحساس ده وفتحتي له كل حواسك، هو ده العطر اللي انت عايزاه، هو ده اللي تشتريه بجد والله يا جماعه، تشتريه فورا. لو لقيتي نفسك قفلتي خلاص بلاش، خلاص اقفلي ما تشتريش. تمام. تعملي ايه لو انت شميتيه وما عجبكيش؟ جربي غيره وروحي ونفس الحكايه. طب انت بتشتري اونلاين وما عندكيش مجال ان انت تجربي العطر وقبل ما تشتريه، ما تشتريش ابدا عطر على العمياني. انا سمعت قبل كده من ناس على عطور معينه انبهرت بالكلام، وخدوا بالكم النقطه دي، انبهرت بالكلام واحسن 10 عطور في العالم فلوري اللي هي يعني اللي هي فواكه، واحسن 10 عطور شجري، واحسن 10 عطور سويتي، ومش اقول هي مش عارفه فواكه وحاجات كده، عفوا فلوري اللي هي العطور يعني اللي هي الزهور. كنت بشتري زي العبيطه ومش عارفه ان ده غلط. فتعملوا ايه لو انتوا مثلا سمعتوا عن عطر معين وهتشتروه اونلاين وخايفين ان انتوا تخسروا فيه؟ في حاجه حلوه قوي ما حدش بياخد باله منها، وهي يا جماعه السامبل اللي هي دي، السامبل اللي هي الازايز الصغنونه دي. الازايز دي اختراع والله يا جماعه، والله العظيم اختراع لعشاق العطور. بالمناسبه يا جماعه انا زي ما بيقولوا كده اقرع ونزهي، انا اقرع ونزهي. قولوا عليا فقريه وقولوا خايبه، انا لا بحب الاكسسوارز ولا بحب الذهب ولا بحب الحاجات دي، بحوش علشان اشتري عطور. ومش عايزه اقول لكم خيبه الامل اللي بتحصل لي لما بشتري عطر وما بيعجبنيش، بتبقى صدمه، لان ما بحبش غير الاوريجينال للاسف يعني. لا بحب التركيب ولا بحب الكوبي ولا بحب الهاي كوبي والكلام ده. مفيش حاجه اسمها هاي كوبي فيرست كوبي والكلام ده كله يا جماعه، كله كده، كله كوبي، كله كوبي. تمام، كله بيصدع وكله بيجيب صداع وكله غلط على الجلد. فبشتري دايما الاوريجينال، بس هديكوا حيله حلوه كده تقدروا تشتروا اوريجينال بسعر حلو ومن غير ما تخسروا كتير. فاحنا دلوقتي بنتكلم عن اختيار العطور. السامبل دي يا جماعه حلوه قوي، تقدروا من خلالها تجربوا اكتر من نوع، وفي نفس الوقت تقدروا تحكموا عليه وتاخدوا قرار الشراء او لا. سعرها مش غالي، دي حوالي، انا كنت جايباها من حد، هحط لكم اللينك بتاعه بتاع صفحته على في الفيديو. ولد شاطر جدا بيجيب عطور باسعار حلوه، اسعار حلوه قوي، وكمان بيجيب تستارات ومضمون. دي يا جماعه هتلاقوها برده على جروبات العطور، وفي جروب حلو قوي برده هحط لكم اسمه جروب تقسيم، هقول لكم هيجي دوره في الفيديو، هقول لكم ده دوره ايه. عموما يعني السامبل دي تقدروا من خلالها تقدروا تحكموا على العطر وتجربوه اكتر من مره ومش غالي يعني. دي انا كنت جايباها ب 15 جنيه، وفي حاجات كنت جايباها ب 20 جنيه، فيها ملي ونص. الملي ونص دول مش قليلين يا جماعه، تقدروا ترشوا منهم حوالي 10 رشات او 15 رشه، حلوين مش وحشين بالنسبه للعطور الاوريجينال. يعني مثلا دي كانت إلي صعب، كان اسمها لوي كوتور، مش عارفه يعني ايه حد يترجم لنا، الناس اللي بتفهم الفرنساوي انا ميح خالص. ودي اللي هي بويزون جيرل اللي هي فتاه السم والعياذ بالله من ديور. دي برضه دول بالمناسبه دول ما عجبونيش، لا دي ولا دي عجبوني. ودي سي كنت هشتريها، هي يا جماعه سي كانت من ايه، سي اعتقد من جورج ارماني، مش عارفه سي دي من ايه بصراحه، من جورج ارماني. دي كنت هشتريها بس ريحتها ما عجبتنيش، تقيله ما ناسبتش ذوقي. ودي كانت ميس ديور، اهي ميس ديور يا جماعه، قريبه جدا لكوكو مادموزيل، الناس اللي بتحب الخط بتاع كوكو مادموزيل هيعجبها. تمام، فدول انا جربتهم وما عجبونيش غير الميس ديور، وما بين ان اشتريها او لا، بس مش قوي يعني، مش عجباني بنسبه 100%. تمام. المجموعه اللي قدامكم دي يا جماعه اللي اتبقت من الجثث اللي كانت عندي اللي انا وزعتها، فيهم اللي بعته باقل من ثمنه طبعا، وفيهم اللي هديت بيه حبايبي لان بتعجبهم الريحه وما بتعجبنيش. وزي ما قلت لكم اللي من وجهه نظري حلو ممكن يكون من وجهه نظر ثانيه وحش، والعكس صحيح، ممكن يكون من وجهه نظرهم حلو ومن وجهه نظري انا وحش. تمام، او انا عكست. المهم يعني افهموا اللي تفهموه لان انا عكيت في الكلام. دول يا جماعه حيله كمان تقدروا تعملوها، وهي ان انتوا تدخلوا جروبات التقسيم. يعني ايه جروبات تقسيم؟ في جروبس على الفيسبوك بتعمل فكره حلوه قوي، ان هي بتقسم العطور النيش والديزاينر. يعني ايه عطور نيش وديزاينر؟ ده مصطلح بيتقال على العطور الغاليه قوي، الغاليه اللي هي بتتعدى بقى، في عطور بتعدي ال10,000 جنيه وال20,000 جنيه والكلام ده كله. فهم بيعرضوا الحاجات دي تقسيم. طبعا انا عمري ما اشتريت من الحاجات اللي فوق ال20,000 جنيه والكلام ده،
فكنت بلجأ ان انا اشتري التقسيم بتاع الازايز اللي هي ايه على قدنا كده، اللي هي ممكن ال 10 مللي يعملوا 200 جنيه، يعملوا 150 جنيه على قدنا. بتبقى 10 مللي كميه كبيره مش قليله على فكره يا جماعه، بتبقى كميه حلوه قوي، بتتباع كده في عبوه معينه. وبالمناسبه الجروبات دي مش بتسمح لاي حد يبيع فيها، لازم يكون موثوق فيه، لازم تكون العطور اوريجينال 100%. مفيش حاجه اسمها عطر اوريجينال من غير علبه، العطر اللي ما كانش من غير علبه ما تشتريهوش. لازم يا جماعه العطر سواء تستر او ماستر بوكس، يعني الماستر يعني تبقى في علبه زي كده. مثلا العلبه اختفت اهي، مثلا زي كده شايفين دي كانت تستر اهي، كانت تستر ومع ذلك كان ليها علبه. تمام، هقول لكم مكتوب عليها فين التستر، للاسف مش موجوده. عموما يعني دي كانت تستر وكانت في علبه، فما بالكم بقى بالماستر، لو ما فيش علبه ما تشتروهاش. تمام. حاجه كمان، ثواني بس، حاجه كمان، العطور مش اي حد تشتروا منه يا جماعه، مش اي، يعني العطور اللي صفحات اللي بتبيع عطور، اللي بتبيع هايكوبي وكيبو والكلام ده كله بلاش بلاش والله، فرقها كبير وبندفعه من صحتنا. الكحول يا جماعه لازم يكون درجه نقائه 97% علشان نحطه على بشرتنا. والناس اللي بتبيع تركيب والكلام ده كله، ان ما كانش الكحول الايثيل اللي بيستخدموه نقي ما تشتروش منه. يعني الناس اللي بتبيع عطور تركيبات غاليه اشتروا منهم، لان الغالي ده بيبقى دايما ثمنه فيه. الناس اللي بتحب التركيب، انا عن نفسي ما بحبش التركيب. تمام. هقول لكم على ايه تاني. حاجه كمان، عشان تشتروا عطور بسعر رخيصه وحلوه ومناسبه، اشتروها تستر يا جماعه. التستر دي هتلاقوها على صفحات، هحط لكم برده اللينكات بتاعتها، هايله جدا. انا عن نفسي بشتري منها موثوق فيها. مثلا انا ده كنت جايباه تستر اهو، شانل نمبر 5. بصراحه ما عجبنيش، مش ذوقي خالص. انا عجبني قوي اول ما شميته، اعتمدت على اللي هي التوب نوت. اول ما شميتها عجبني ريحه الروج بتاع زمان، اللي هو روج اماندا والحاجات دي. على فكره وتحس ان هو مدي على بودره شويه كده، عجبني قوي عشان كده اشتريته. بس بعد كده ما حبيتوش، كنت شاريه 2، كنت شاريه ده وكوكو مادموزيل، وكان ده نفس الشكل. اختي عجبتها كوكو مادموزيل فخدتها وانا لبست دي الحمد لله. دي باريس هاريس باريس من باريس هيلتون. برضو هي يا جماعه تستر اهي، اوريكم شكلها او مكتوب عليها تستر اهي يا جماعه تستر. دي كنا جايبينها ب 250 جنيه من حوالي 6-7 سنين كده، حلوه برضو مش وحشه، كانت ب 250 جنيه. دي تستر برضو يا جماعه، خلتني يعني كان تقريبا ده تاني عطر اقتنيه كان اوريجينال. كان هو العطر ده كان قبل كده ماي انسولانس من جيرلاند، كان حلو قوي. وبالمناسبه برضو من الحاجات اللي كانت حلوه قوي قوي، يعتبر من الناس العطور اللي واخده اراء ايجابيه كتير قوي على مستوى العالم. جربت عطور كتير قوي قوي، مش هقدر اقول لكم، حوالي 30-40 عطر اوريجينال، وللاسف وزعتهم. اللي بعته واللي هديت بيه ده عجبني برضو واحتفظت بيه. للاسف مش واضحه اللوجو بتاعه. ده اكلا درباج من لانفا، عطر حلو قوي صيفي منعش جدا، لان العطور يا جماعه فيها الصيفي وفيها الشتوي. عشاق العطور عارفين الكلام ده كله. ولو حطيتي العطر الصيفي في الشتاء هيقلب معاكي بريحه مش حلوه، ولو حطيتي العطر الشتوي في الصيف هيقلب معاكي بريحه مش حلوه خالص. ده بقى يا جماعه الطب بتاعي، ده احلى عطر جربته في حياتي. ده بشمه زي ما بوريكم، زي ما قلت لكم كده، اللي هو ايه، ثواني كده، اللي هو بفتح له كل حواسي، بعشق ريحته. في سوسن كده وريحه كده، روايح كده، ما اعرفش. انا مش من الخبراء اللي بيقدروا يفكوا طلاسم العطور، بس انا بعشق الريحه دي، بعشقها. كنت شاريها من حوالي 6 أو 7 سنين كده، كان ب 450 جنيه. وبالمناسبه كنت قعدت احوش فيهم 6 شهور 6 شهور بحالهم. فدلوقتي انا بحسس عليه، لان الازازه بتاعته التستر بتاعته عملت دلوقتي حوالي 1100 جنيه. فانا بحسس على الازازه بتاعته، برش منها كده يعني في اضيق الحدود. كنت عايزه اوريكم ازازه التستر عشان برضو تعرفوها، خليكم معايا. اقصد العلبه مش الازازه. دي مثلا علبه الاكلا درباج اهي من لانفا باريس. دي اهي شايفين مكتوب عليها فين التستر اهي، مكتوب عليها تستر اهي يا جماعه. دي بتبقى اقل من سعر الماستر بوكس بمبلغ محترم يعني. ودي برضو ما بتشتراش من اي حد، بتشتروها من الاماكن الموثوق فيها، زي مثلا محلات العطور بتبيع تستر برضو يا جماعه بالمناسبه، بيكون درجه ثباتها عاليه جدا، لان هي على اساسها الناس بتشتري العطر. تمام. يا رب بس الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش من دعواتكم،
ومش عايزه حد يطلع يتريق بالله عليكم. انا قلت لكم معظم اللي انا اعرفه عن العطور، وقلت لكم خبرتي المتواضعه في